من المشاكل الحقيقية في التوثيق التاريخي أحيانا اعتماد بعض الشخصيات على الحكايات الشعبية الشائعة مش على الحقيقة التاريخية، وده لأن هما بيبقوا مكسلين إن هما يبذلوا شوية مجهود، زي اللي بنشوفه دلوقتي في مشروع عاشا هنا. هما بيتكلموا عن طلعت باشا حرب وبيتكلموا حوالين فكرة إن هو تعرض لمشكلة مالية بنك مصر، فهو حاول يستلف من البنك الأهلي والبنك الأهلي رفض إقراض بنك مصر. ودي مش حقيقة، لأن اللي نفى الحقيقة دي هو حافظ باشا عفيفي اللي جه بعد طلعت حرب في نفس منصبه، وقال خطبة في الراديو واتكتبت في الأهرام، وقال لا احنا خدنا من البنك الأهلي ما يقرب من 2,5 مليون، لكن برضو ما كانوش بالكفاية لحل أزمتنا المالية. طب نعمل احنا ايه في الحكاية دي؟ مهما بنقول لهم يا جماعة شدوا حيلكوا واعتمدوا على مصادر تاريخية ما بيهتموش. كان معكم المؤرخ أحمد كمالي.